بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أخواني في الحلقة 12 من كتاب أحاديث المئة الجامعة للقيم النافعة للأستاذ الدكتور محمد سعيد بكر حفظه الله تعالى. والحديث 12 يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. العناوين المقترحة لهذا الحديث: الفرحة الكبرى. ثانيا: البركة في المال والعيال. ثالثا: البركة في صلة الرحم. الكلمات الغريبة لهذا الحديث: يبسط أي يبارك، ينسأ له في أثره أي من النسيئة وهي التأخير، والمقصود إطالة العمر. أبرز القيم لهذا الحديث قيمة الصلة والبر. ثانيا: قيمة الحرص على البركة في الأعمار والأموال. الأساليب النبوية لهذا الحديث: أولا: أسلوب التحفيز والترغيب بالشيء بذكر بركته وثمرته العاجلة قبل الآجلة. ثانيا: أسلوب الجزاء من جنس العمل، فالذين يحرصون على إسعاد أرحامهم يسعدهم الله بما يرون من بركة في أعمالهم وأعمارهم. أما الشرح المختصر لهذا الحديث: يخيرنا النبي مرغبا بأمر واجب ومطلوب في صور تدعو للإنسان إلى التسابق في هذا الميدان المطلوب، طالما أن لنا فيه مصلحة، بل أن المرء يصبر على ما يتعرض له من إيذاء أو عنت نتيجة صلته لرحمه ابتغاء تحصيل هذا الخير الوفير. وهل يحتاج المرء في دنياه إلى شيء أعظم من بركة في الرزق وطول في العمر يستمتع بهذا الرزق؟ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فقد قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء على هذا السؤال إجابة صحيحة، منها وأنه الزيادة في البركة في العمر والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في آخرته وصيانته عن الضياع في غير ذلك. والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح المحفوظ أن عمره 60 سنة، إلى أنه يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. وقد علم الله تعالى سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فبالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره لا زيادة، بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما يظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، وهو المراد من الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.